واحد الصورة مصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. ولقد عقدت طريق القضية البوتشيشية بهذه المناسبة الملتقى العالمي للتصوف تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وقد توصلنا بهذه المناسبة بتهنئة بالسيد محمد يوسف، دكتور محمد يوسف رئيس المجلس الأعلى، ليهنئنا بهذه العناية المولوية لهذا الملتقى. وهذا الملتقى الذي هذه السنة اختار ثقافة السلام ورؤية إسلامية كونية من أجل قيم التعايش والسلم الحضاري. وهذا الموضوع يعتبر موضوع ذا أهمية لما يجسده السلام، ثقافة السلام، باعتبارها هذه الثقافة والعالم يعيش من الأزمات يعني المشاكل. وهذا الموضوع يأتي يعني من أهمية بمكان، وله دور بارز لأنه ضرورة أخلاقية وإنسانية من جهة، وكذلك للدور الذي تلعبه التربية الروحية والتزكوية في ترسيخ هذه القيم في أعماق الإنسان من جهة، وما يعيشه كذلك الإسلام من شبهات. ولهذا يأتي هذا الملتقى لدحض كل الشبهات التي تنسب إلى الإسلام كالتطرف والإقصاء والعنف، وهو منها براء. وباعتبار أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والاعتدال والوسطية والاعتدال، ولقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرسخ المبادئ العالية والقيم الأخلاقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمغربنا هذا أصبحت له مكانة خاصة، وأصبح نموذجا لهذه القيم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. وحتى أصبح المغرب يعني يكون الأئمة من جميع البلدان، ونظرا لهذه القيم التي عرف بها. إذن فقد أصبح نموذجا يحتذى به في هذه القيم، ولإرساء إسلام الوسطية والاعتدال والأمن الروحي. وهذه الطريقة وهذه الزاوية هي تسير على نهج السلف الصالح وعلى نهج الصالحين. وحتى قيل: إذا كان المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء. وتعطي بلد المغرب كما تعطي الأرض الكلأ، فالمغرب يعطي الأولياء والصالحين. إذن من هنا فهذا الملتقى حضره ثلة من العلماء ومن الأساتذة المختصين في الشأن الديني بصفة عامة، وفي التصوف بصفة خاصة، من الدول العربية، من مصر ومن الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن ومن إفريقيا كذلك، ومن الجامعات المغربية، وكذلك حضر ومن أوروبا. وحضر وفد هذه المرة وفد يعني له ما له من الأهمية من ماليزيا، حضره مفتي ديار الماليزية. إذن كل هذا يظهر ما الدور الذي تلعبه هذه الدار، مثل هذه الزاوية التي تعتمد التصوف السني وتعتمد الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية، التي تعتبر من ثوابت بلادنا الحبيب تحت رعاية أمير المؤمنين وأمارة المؤمنين. إذن فلقد خرجت بتوصيات متعددة، فنذكر منها نداء مداغ للسلام. هذا النداء الذي أردنا وقصدنا من خلاله أن نشارك أو فيها أن يتشارك الجميع، سواء من جميع الديانات أو من جميع الأجناس أو من جميع الأعراق، في التفاعل والمساهمة
جميع الحضارات والثقافات في السلام. إذن هذا من جهة فكان نداء مداغ، وقصدنا منه أن السلام عملية سلوكية وليست مجرد أقوال وشعارات، وأن السلام منظومة قيمية تشكل جوهر رسالة الدين الإسلام، وأن الإسلام تجلي الرحمة والأخوة الآدمية التي تجمع بين بني البشر، وأن السلام شأن إنساني ينبغي أن يتعاون على حفظه وإشاعته مختلف الأديان والأعراف. إذن وكذلك من التوصيات هو أن يكون السلام وهذه القيم، قيم التعايش وقيم الوسط والاعتدال في المنظومات التعليمية لكي ينشأ الأجيال والصاعدة على المحبة وعلى الوئام وإسلام الاعتدال. فهذه كانت، وكذلك أن تكون من بين يعني التوصيات أن تكون يعني مجلة مختصة في الشأن الصوفي من هنا من مداغ، ويساهم فيها جميع المختصين. كذلك إنشاء جامعة مختصة في الشأن الصوفي والقيم الأخلاقية. ونتمنى لكم يعني مكانا طيبا، وحللتم أهلا وسهلا بين أحبابكم، ونحن عجينة واحدة، عجينة الخير والمحبة، ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع، وشكرا لكم. هذه بعض المنشورات الملتقى العالمي للتصوف. اللقاء موفق الحمد لله، وكانوا اجادين فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحق والدين بالعز والتمكين والفتح المبين، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح به البلاد والعباد، وألهمه ويسر له سبيل الرشاد،
اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم، واجعل الخير معه حيثما حل وارتحل وحينما جاء وراح ونزل يا ربنا يا جواد يا كريم. بارك له في القول والفعل والعمل. اللهم أقر عينه بولي عهد الأمير المحبوب سيدي مولاي الحسن، وبسنه الرشيد الأمير الجليل مولاي رشيد، وسائر الأمراء الأجلاء والأميرات، وسائر أفراد أسرته الملكية وعائلته العلوية الشريفة. اللهم احفظ المغرب والمغاربة أجمعين، واجعل بلدنا بلد الدين وراحة المحتاج والمسكين. اللهم احفظ صحراءنا المغربية من كيد الكائدين ومكر الماكرين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستمطر عفوك ورحمتك ومغفرتك لفقيدنا وملكنا حبيبنا في الله المغفور له بإذن الله، فقيد العروبة والإسلام أمير المؤمنين مولانا الحسن الثاني باني السدود وحامي الثغور والحدود محرر الصحراء ومبدع المسيرة الخضراء. اللهم أمطر عليه شآبيب رحمتك وأنعم عليه بعفوك ومغفرتك بجودك وكرمك وبسط عنايتك. اللهم أكرم مثواه، اللهم أكرم مثواه لديك ونزلاه، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة. اللهم أسكنه فسيح جنانك وأدخله ربي في رضوانك، واجعله في ضيافة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والرضوان والفوز والنجاة وفسيح الجنان لفقيد العروبة والإسلام مولانا محمد الخامس. اللهم طيب ثراه وقدس روحه في أعلى عليين، وادخله في عبادك الصالحين، وأنعم عليه بما أنعمت على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعله معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا وأعطنا سؤلنا. اللهم تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. الحضور الكريم اللهم بارك في خطواتكم، وارفع في الدرجات درجاتكم، وضاعف الحسنات حسناتكم، كل حسنة بالعشرات، والله يضاعف لمن يشاء. اللهم فالق الحب والنوى يعطي لكل امرئ من الخير ما نوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رب الناس مذهب الباس أنت الشافي، شافي شيخنا الكريم سيدي حمزة شفاء لا يغادر سقما، وأنعم عليه بكامل الصحة وتمام العافية يا ربنا يا رب العرش العظيم يا جواد يا كريم، وما ذلك على الله بعزيز. ختم الاستجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي خلقه من جلاله وعلم جماله